السلام عليكم. علم من موقع مصادر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار متابعة 23 شخصا من أصل 25 مشتبه بتورطهم في قضية البارون المالي في حالة اعتقال والأمر بإحالتهم على السجن. وقرر قاضي التحقيق متابعة 23 متهما ضمنهم سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي والقيادي في حزب ألبام، عبد أنبي بعاوي رئيس جهة الشرق والقيادي بذات الحزب، من بين 25 شخصا بينهم مسؤولين ومنتخبين متهمين في هذه القضية في حالة اعتقال بعد إحالتهم من طرف وكيل العام للملك.